خصوصا بعد نشر تقرير في الشهور اللي فاتت بيقول ان ابل عملت مقارنه مباشره بين نماذجها الخاصه ونموذج جوجل عشان تعرف انهي بيقدم تجربه افضل، والواضح طبعا ان جوجل هي اللي فازت. كمان مش لازم ننسى حاجه مهمه جدا، شركه جوجل اصلا بتدفع لابل حوالي 20 مليار دولار سنويا عشان تبقى محرك البحث الافتراضي على اجهزه ايفون. فلو ابل دفعت لجوجل مليار دولار مقابل استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بتاعتها، فدي في رايي صفقه مربحه جدا، مش بس اقتصاديا، لا دي كمان هتاخد مقابل ده نموذج ذكاء اصطناعي اقوى تحت مظله بيئه ابل السحابيه. لكن طبعا في اكتر من جهه بتعرض التوجه ده سواء بشكل مباشر او غير مباشر، منهم طبعا سام التمان رئيس شركه اوبن اي اي، اللي قال في تصريح مبطن بعد اخبار تعاون ابل وجوجل، قال ان مجرد تثبيت الذكاء الاصطناعي على منصات موجوده مسبقا واللي هنا المقصود بيها الاي او اس مش هو المستقبل. المستقبل للاجهزه المصممه للذكاء الاصطناعي اولا، وده لانه بقاله فتره شركته فعلا شغاله على صناعه اجهزه بتنافس شركه ابل.